السلام عليكم، إزيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنعمل كمان معاه رز أصفر، وهنعمل معاه سلطة زبادي، بس سلطة الزبادي هانزّلها لكم في فيديو لوحدها علشان ما يكونش طويل أوي عليكم، تمام؟ أول حاجة عندنا دلوقتي تقريبًا 2 كيلو من صدور الفراخ المتقطعة، وأنا هاعمله النهارده بالصدور مش بالوراك، وهيطلع معانا طري جدًا وهاعرّفكم السر. معانا بصلتين متوسطين مبشورين، وهاحطهم كده يتصفّوا زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا كمان طماطماية مبشورة وهانزّلها معاهم علشان تصفّي مَيّتها، لإن إحنا مش عاوزين التفل بتاعهم، تمام؟ معانا كمان برتقانة مبشورة واخدين الزست بتاعها القشر بتاعها، وليمونتين مبشورين، ومعانا دبس رمان وزبادي، ومعانا كمان butter milk اللي هو اللبن الرايب بيتسمى هنا butter milk، ومعانا كمان دبس فلفل حلو، ومعانا كاتشب، ومعانا هريسة شطة، وصويا صوص، تمام، هي دي كل الحاجات اللي معانا، ومعانا خل كمان، ومعانا زيت زيتون. يالّا بينا نشوف هنعمل إيه، وطبعًا التوابل شوية، شوية هاقول لكم على التوابل، بس دلوقتي دي المكونات الأساسية الأول. طيب سِبنا الطماطم صفِّت كويس والبصل، هنعصرهم حلو كده، وطبعًا الطماطم والبصل على حسب الكمية، حضرتِك لو عاملة كمية أقل هتحطي بصلاية واحدة وطماطماية، دول الليمونتين بالقشر بتاعهم، ودول كمان دي كمان البرتقانة بالقشر بتاعها، ودبس الرمان والكاتشب من كل حاجة زي معلقة كده والصويا صوص، والخل كمان زي معلقة أو معلقتين، ومعانا كوباية من اللبن الرايب وده سر طراوة الصدور، ومعانا كمان تقريبًا معلقتين أو 3 كبار من الزبادي اللبن الزبادي، ومعانا كمان دبس الفلفل هننزل بمعلقة ونُص، وهننزل تقريبًا كمان بمعلقتين من هريسة الشطة مليانين، ودي خطوة يعني اختياري لو حضرتِك مش حابة بلاش، وزيت الزيتون، والخل هنا زي ما قُلت لحضراتكم بتحطي من معلقة لمعلقتين من الخل. معانا بقى التوابل، معانا فلفل أسمر، جنزبيل، وبهارات سابعة، وكزبرة ناشفة، ومعانا بصل وتوم باودر، ومعانا بابريكا مدخنة، ومعانا قرفة وحبهان وكزبرة ناشفة، وكل التوابل هاكتبها لكم في الdescription box. هننزل بقى برشّات من التوابل ما عدا الفلفل الأسمر هيكون زيادة شوية، وهننزل كمان بالتوم الباودر هيكون زيادة شوية، وحضرتِك ممكن تحطّي توم فريش لو حابة بدل التوم الباودر، بس يعني الباودر بيبقى أفضل عشان مش عايزين حاجة تتحرق على الفراخ من برّه. معانا معلقة كبيرة من مرقة الدجاج، تمام، بالشكل ده، وحطينا كمان بعد كده رشة من القرنفل للي يحب، تمام، هنقلبهم كويس جدًا ودوقنا كده الحُدق بتاعهم، محتاجين شوية ملح حطينا كمان شوية، وبعدين هنبدأ ننزل عليهم بقى بالchicken بتاعتنا بالشكل ده ونقلبهم حلو أوي، 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 تمام، وبعدين هنغلفهم ونحطهم في التلاجة لازم يباتوا ليلة، علشان تطلع الفراخ مستوية جدًا، وتكون كمان متشربة من التتبيلة حلو أوي، وهنا آخر حاجة ضفتها عليها كانت الزعتر الناشف، تمام، هنغطيهم وندخلهم دلوقتي التلاجة ونبيتهم ليلة، لازم يا جماعة تبات ليلة، دي أجمل حاجة تاكلي بيها شيش طاووق، لكن لو بقى مستعجلة أوي 4، 5 ساعات، تمام. هنا بقى جبنا عصيان الشيش وبدأنا نحط عليها مَيّة مغلية وسِبناهم نُص ساعة، ودلوقتي هنبدأ إن إحنا نشتغل. قطّعنا بصل وطماطم سوري بصل وفلفل أحمر وأخضر، وهنبدأ إننا نشوف. طبعًا لمّا طلّعناهم من التلاجة زي ما حضراتكم عارفين الفراخ دايمًا بتمتص الأنسجة بتاعتها بتمتص الملح، فلازم تدوقي الحُدق بتاعها كويس علشان لو كده تزوّدي ملح قبل ما تبدئي تشتغلي عشان ما تطلعش معاكِ ملحها قليل، تمام؟ هنبدأ بقى هنا نحطهم في عصيان الشيش، ونبدأ إننا نحط بقى كده إيه واحدة فلفل وبعدين فراخ وبعدين بصل ونرجع تاني فلفل، فراخ، بصل، أنا باحط تقريبًا 6 قطع من الchicken في عصاية الشيش،
ودي بتكون بالنسبة لي مناسبة جدًا. وأنا باحب أقطّع أجيب الصدور وأنا أغسلها وأقطّعها في البيت، مش باحب أعتمد على المحل إنه يقطّعها لي، لإن الحقيقة مش بيقطّعوها حلو، بيقطّعوها حتت صغنّنة أوي وأنا مش باحب كده، باحب أحس بطعم الفراخ وأنا باكل، تمام؟ شوفي حضرتِك أهي، هنغطّي عليها بقى لغاية لمّا نخلّص اللي ورانا، والباقي هنقطّع هنا ده اللي فضل منّي بصل وفلفل، هنحط عليه جزء من التتبيلة، وبقية التتبيلة دي مش هنرميها، إحنا هنخلّيها وهنحط عليها شوية زيت ونحطها وإحنا بنشوي. هنا بقى يالّا نعمل رز أصفر اللي بينزل مع الشيش طاووق، حطينا شوية من زيت الزيتون وممكن زيت نباتي، وحطيت شوية مع كده من الزبدة، بصل باودر، وحطينا كمان ملح وحطينا جنزبيل وبهارات سبعة وكركم وشوية من الكاردموم، اللي هو الحبهان المطحون، وشوية من بودرة الزعفران وورقتين من اللورة، وهاكتب لِك برضه بهارات الرز إن شاء الله في الكابشن، تمام؟ آآ بالشكل ده كده، وهنبدأ إننا إيه، أهو نيجي بقى هنا أهوّة معلقة من مرقة الدجاج، وبعدين هنبدأ ندوبها في كوباية من المَيّة السخنة، وننزل بيها على الرز علشان ما تكلكعش جوّه، لازم تعملي الحركة دي مهمة أوي، ونحط الملح وهنسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده، تمام؟ هنا هنسيب الرز بدأ يتشرّب، هنرجع بقى تاني، إحنا عملنا الرز الأصفر مع بعض كمان كذا مرّة. هنا بقى سخّنا الجريل وهنبدأ ننزل عليه بالشيش طاووق، وعايزة أقول لحضرتِك لو هتعمليها على طاسة، ممكن تتعمل جدًا على طاسة، بتسخّني الطاسة كويس وبتحطّي عليها شوية من الزيت وتبدئي تنزلي بالفراخ بتاعتِك وتحمّريها من على كل جانب تاخد صدمة، وبعدين تغطّي عليها الطاسة علشان بس تضمني إنها استوت، تغطّي عليها ثواني وبعد كده تشيليها وكده تبقى استوت معاكِ. وفي ناس بتحب تدخّلها الفرن، حضرتِك ممكن تدخّليها تحت الشواية وتفضلي تقلّبيها كل شوية، بس أنا باقول since إن الجو حلو فباطلع أشويه برّه. الجزء اللي حطيته في الطاسة ده كان البصل اللي فضل من الشيش طاووق اللي فضل عندي، حطيت شوية زيت زيتون وبعدين خدته على الطاسة كده في جنب الجريل، وبدأت إن أنا أهو أحمّر فيه شوية بالشكل ده عشان أشوّحه وأحطه تحت الشيش طاووق قبل ما أرصه في السيرفيس بتاعه، فحبيت إن أنا بس أعمل ده لإن بصراحة البصل والفلفل ده بيبقى طعمه جميل أوي، وممكن حضرتِك كمان تحطيهم في الair fryer أو تحطيهم في الفرن، تمام؟ أو تسويهم برضه على طاسة بتبقى سهلة جدًا، جدًا معاكِ، تمام؟ هنفضل كده نسوي الشيش طاووق، ويعني أنا باقول بس إن هو since إن الجو كويس خلاص it's okay نطلع نشوي برّه، بيبقى الطعم طبعًا أكيد حضراتكم عارفين إنه بيطلع أجمل لمّا بتتشوي برّه على الgrill، لكن بقى في الشتا باشوي جوّه عادي في الطاسة زي كل الناس ما بتعمل، أو باشوي كمان في الفرن. لمّا حضرتِك هتحطّي عليها اللبن الرايب مع الزبادي، عايزة أقول لِك إنها والخل وكده بيدّي طعم جميل وبتطرّي الفراخ أوي، أوي، أوي معاكِ. طَب ما عندكيش لبن رايب، يبقى حضرتِك هتجيبي نُص كوباية من اللبن، تحطّي عليها معلقتين خل وتسيبيها ربع ساعة، وبعد كده تنزلي بيها على المقادير كلّها، وتحطّي معاها كمان 3 معالق زبادي، هيدّيكِ نفس الفكرة بالضبط. شوفي الشكل جميل إزاي؟ هنا خلّصنا كل حاجة وشوينا، وأنا عاملة معاهم سلطة زبادي بالخيار وليها تريكات مهمة جدًا عشان تطلع معاكِ creamy ومش فيها مَيّة، إن شاء الله هانزّلها لِك شايفة الجمال بُصّي إزاي شكلها، هانزّلها لِك إن شاء الله في فيديو لوحدها بعد الفيديو ده بإذن الله، بالشكل ده كده، شوفي الشكل جميل إزاي؟ حلوة جدًا يا جماعة، كان الأكلة دي كانت حلوة حلاوة، وكانت لذيذة طعمها تحفة جدًا، وكانت الفراخ طرية وjuicy أوي، أوي، أوي. جربيها بُصّي شايفة شكل سلطة الزبادي جميل إزاي، إن شاء الله هانزّله لكم، بس أنا ما حبيتش أطوّل عليكم الفيديو، ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.